عشاق سمكة البلطي يجمعوا لي هنا يا جماعة عشان النهارده هنقول لهم على معلومات أنا متأكد إن ما كانش حد كان عارفها. بس الأول اتأكد إن أنت عامل لايك وفولو عشان الحلقات الجديدة توصلك. أول حاجة، سمكة البلطي أحسن شهور تاكل فيها سمك بلطي هي الشهور اللي بتبتدي بحرف الر، يعني من أول سبتمبر لحد شهر مارس تاكل أحلى سمكة بلطي. تاني حاجة، لما تيجي تاكل سمكة بلطي كل النتاية، ما تاكلش الدكر. وهعلمك يعني إيه تعرف النتاية من الدكر. النتاية بتكون كبيرة وراسها صغيرة وبطنها بتبقى عريضة، يعني لو حطيتها في كف إيدك هتغطي كف إيدك كله. لكن الدكر بتاعها بيكون الراس بتاعته كبيرة ورفيع، أو بطنه بتبقى رفيعة. لو حطيته في كف إيدك هيبان منها كام صباع كده حلوين. يا جماعة كمان، بعد إذنكم، سمكة البلطي ملهاش نظام غذائي معين، يعني سمكة البلطي بتاكل أي حاجة حرفيا موجودة في المحيط بتاعها. فنصيحة، اختاروا سمكة البلطي لما تكون صغيرة عشان ده بيقلل فرصة، يعني فرصة الزئبق اللي هو بيكون فيها بسبب المية العذبة. اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات، كنتوا عارفين المعلومة دي قبل كده ولا لأ؟ وكمان قولوا لنا في التعليقات بتاعتنا انتوا بتعرفوا كام نوع من سمكة البلطي. وانا كده خلصت الفيديو، بس في حاجة عايز اقولها لكم. اخواتنا في فلسطين في غزة، واخواتنا في السودان محتاجين دعمنا الايام دي، ومحتاجين مننا الدعاء. فلو انت مش هتقدر تدعمهم باي حاجة مادية، فعلى الاقل ادعمهم دعاء، وما تكونش خنجر في ظهرهم. يعني كفاية بجد اللي هم فيه دلوقتي، بجد يعني محدش، يعني كل الناس رايحة أو عينيها على غزة، بس الناس كلها نسيت السودان. السودان حرفيا فيها حرب بقالهم أكتر من 8 شهور. فيا ريت ندعمهم. لو مش هنقدر ندعمهم بحاجة مادية، فعلى الأقل الدعاء، ويا ريت ما نكونش خنجر في ظهرهم. شكرا جزيلا لكم، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.